بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم ولادي وبناتي حبايبي سنه اولى اعدادي. هنتعلم النهارده ازاي نحل مع بعض مسائل السرعه. كلنا عارفين يا صديقي ان قانون السرعه يساوي ايه؟ مسافه على الزمن. يبقى الفي يساوي الدي على التي زي حضرتك ما شايف كده في المثلث، ومن خلاله بنطلع المشتقات بتاعتنا. بص معايا في التدريب. بص يا صديقي، هعلمك حاجه كده تبقى اساس معاك. هنقرا المسألة مع بعض كويس مرة واثنين وثلاثة، ثم بعد كده هحدد هو عاطيني ايه، هي المعطيات، وهو طالب مني ايه. يبقى لازم اعرف المسألة الأول عايزة ايه، وعاطيني ايه اجيب بيها المطلوب ده. مثلا هنا قدامنا في المسألة دي بيقول لك ايه؟ احسب سرعة. يبقى على طول عرفت ان المطلوب هو الفي. لو بصيت في المثلث عندنا عشان يعوز الفي، يبقى لازم هو يديك الدي ويديك التي. خلاص تمام. عطانا الدي، قال لك يقطع مسافة 8 متر، يبقى الدي بتاعتنا كام؟ 8 متر. طيب يا صديقي، فاضل بقى التي اللي هو الزمن. الزمن كام يا صديقي؟ الزمن 2 ثانية، يبقى التي ب 2 ثانية. يبقى كده انا حددت المطلوب اللي هو السرعة، وهو عطاني كل من المسافة والزمن. طيب السرعة دي تتوقع يا صديقي وحدة قياسها ايه؟ لسه قايلين في الفيديو اللي فات. وحدة قياس السرعة تتوقف على عامليها اللي هي المسافة والزمن. طب أنا عندي المسافة هنا بالمتر أهو، وعندي الزمن بالثانية، يبقى أكيد السرعة دي هتطلع متر لكل ثانية. جبتها منين؟ جبتها من العوامل، مسافة وزمن. خلاص يا مستر، كده أنا عرفت الخط اللي هشتغل عليه. عطاني عاملين مسافة وزمن وطالب السرعة. أعمل إيه تاني بعد كده؟ هنكتب القانون. طب هو الفي بيساوي مين؟ بيساوي الدي على القانون. اوعك تنساه، ده عليه درجات. بعد كده هعوض. طب هعوض ايه؟ هشيل الدي واحط الثمانية وعطاها لي في المسألة، وهشيل التي واحط الاثنين. يبقى انا شلت الدي وحطيت الثمانية، شلت الدي وحطيت اثنين، قسمتهم طلعت لي 4. اوعك بقى تقفل المسألة على كده، لسه فاضل حتة قياس، حاجة مهمة جدا. وحدة القياس هتبقى متر كل ثانية، اللي هي جاية من المسافة والزمن. وبكده نضمن الدرجة النهائية في مسألة. تعال نحل التدريب ده ونطبق اللي اتعلمناه في التدريب اللي فات. يلا بينا. قطار متحرك يقطع مسافة 50 كيلو متر. يبقى نكتب كده المسافة 50 كيلو متر. طيب في زمن قدره 2 ساعة، اتشاو يعني ساعة. خلاص، يبقى الزمن بتاعنا 2 اور. طب يا مستر، هو اعطاك هنا ايه؟ ده اعطاني مسافة، اعطاك الزمن. يبقى اعطاني المسافة اللي فوق واعطانا الزمن اللي تحت. اعرف اجيب السرعة، اعرف اجيب السرعة. تمام. طب السرعة بقى، يبقى ده علامة استفهام المطلوب. طب ايه وحدة قياسها؟ السائلي. مسافتك بالكيلومتر، هو عطاري اهو، يبقى كيلو متر. زمنك بالساعة، يبقى لكل ساعة. خلاص. خلاص يا مستر، نطبق. نعمل ايه بقى؟ نكتب القانون. هي الفي بتساوي ايه؟ يا مستر، بتساوي دي على تي. طيب نعمل ايه؟ نعوض. هي الدي بتاعتنا بكام؟ الدي بتاعتنا ب50، والتي بتاعتنا بكام اللي هي الزمن؟ 2. طلع الناتج. الناتج هيكون كام؟ 50 على الاتنين فيها ال25. طب ايه وحدة القياس؟ كيلو متر كل ساعة. مسألة كمان. خرج تلميذ من المدرسة متحركا بسرعة 3 متر كل ثانية. يعني هو أعطانا السرعة. طالما أعطاك السرعة يبقى هيطلب يا إما المسافة هي دي، يا إما الزمن. هنكتب بقى السرعة بكام يا مستر؟ السرعة ب3 متر لكل ثانية. وهنا بقى يا مستر لازم تركز في الحتة الجاية دي. هنا السرعة صح؟ مسافتها ايه؟ متر.
السرعة فيها مسافة وزمن، يبقى لازم المسافة ده تكون طب لو عطلنا بغير كده نحول لمتر. طب هنا الزمن بكام؟ والله الزمن بالثانية، يبقى لازم الزمن هنا يكون بالايه؟ بالثانية. طب لو عطلنا غير كده نحول. تمام؟ طيب خرج التلميذ من المدرسة بسرعة، قلنا 3 متر، فكم يكون بعده؟ البعد هنا اللي هو المسافة، يبقى هيطلب منك المسافة، ولازم المسافة تطلع بالمتر. طب ليه تطلع بالمتر؟ عشان أنا ماشي مع وحدة السرعة. طيب فكم يكون بعده عن المدرسة بعد 40 ثانية؟ الزمن هنا بكام؟ 40 ثانية. هنحول؟ لا مش هنحول، هو قال لك هنا 40 ثانية وأنا عندي سرعة بالثانية، يبقى الثانية يعني متر كل ثانية، يبقى أنا هجيب المسافة وهتطلع بالمتر عشان تمشي مع وحدات السرعة. اكتب القانون، هي دي بتساوي ايه؟ بتساوي حاصل ضرب الفي في التي. طيب تعالى نعوض، هي الفي بكام يا صديقي؟ الفي اللي هي السرعة ب3، في الزمن كام يا صديقي؟ 40، يبقى الناتج هيكون كام؟ 80. 80 ايه؟ متر. طب ليه يا مستر ما قلناش كيلو متر او سنتيمتر؟ عشان وحدة السرعة متر لكل ثانية، يبقى لازم المسافة تكون بالمتر. ركز بقى يا صديقي في المثال الجاي ده، بس أنا عارف أنت شاطر وهتحله معايا. احسب الزمن، يبقى المطلوب هنا مين؟ الزمن، يبقى علامة استفهام عند طيب الزمن هيطلع بالثانية ولا بالساعة ولا بالدقيقة؟ إيه اللي هيحدد لي وحدات السرعة؟ تمام؟ يبقى احسب الزمن الذي تستغرقه سيارة تتحرك بسرعة 40 متر لكل ثانية، يبقى الزمن عندي عايزينه، طب السرعة 40 متر لكل ثانية. طيب المتر دي بتاعت مين؟ بتاعت المسافة، يبقى لازم المسافة تكون بالمتر. والاس دي بتاعت مين؟ بتاعت الزمن، ثانية يعني، يبقى الزمن اللي هيطلع بالثانية. طب عرفت منين؟ من وحدات السرعة. تمام؟ تمام يا مستر. طيب هو أعطاك المسافة بالإيه؟ ده أعطيني المسافة يا مستر 2 كيلو متر. هقول الكيلو متر أنا أقدرك وأحترمك، بس مش هتنفعي معايا. ليه؟ عشان لازما مسافتي تكون بالمتر. طب ليه مسافة تكون بالمتر؟ بعيد وبزيد عشان وحدات القياس السرعة متر كل ثانية. بكده المسألة مش جاهزة، هضطر الأول أحول دي. بحوله منين؟ أحول 2 كيلو متر إلى متر. طب عشان أحول من 2 كيلو متر لمتر، من الكبير للصغير، هتضرب كام يا مستر؟ هضرب في 1000، يبقى الناتج هيطلع 2000 متر. وبكده المسألة بقت جاهزة. يلا بينا بقى، أنا عايز بقى مين؟ عايز التي. طب عشان تجيب التي هنقسم مين على مين؟ الدي على الفي، يبقى التي هتساوي الدي على الفي. عوض يا صديقي، الدي عندنا بكام؟ بقت ب2000 لما حولناها لمتر. طيب الفي بكام؟ الفي ب40، يبقى 2000 على 40 فيها 50 ثانية.